اذا كان واحد فيكم تصدم بعد ما شافني حجمت شعري، نحب نقولك بلي صدمه اللي جاتك ما تجي حتى شيء قدام الصدمه اللي باش تجيك بعد ما تسمع شنو يعمل خونا حسين في مرته ايمان. امبوسيبل تتوقعوا شنو يعمل لها وشنو اللي صار عليها بالضبط. اعطيني رايكم في الحجامه جديده، وما تنساوش باش تخليوا لايك وسبسكرايب فولو على الانستغرام. واذا كانك ديجا موجود غادي راك ديجا تعرف من عام ناول بلي انا حجمت. عام ناول معناها 2023. وخلينا ننطلقوا في اول قضيه لينا في عام 2024، واللي بيان سور لازمها تكون من العيار الثقيل، ولازمكم تكملوها للاخر على خاطر الصدمات اللي فيها ما يفارق. قضيتنا اليوم ماهيش باش ترجع بينا برشا للماضي، باش تهزنا لعام 2020 وباش تسافر بينا لمصر، باش نمشيو مع بعضنا المحافظة الدهالية وباش نتعرفوا على ايمان، انسة محترمة حد روحها، بنت عائلة متربية، طيبة اخلاقها خلاو خونا حسين يضرب فيها ويقول هذه هي فتاة احلامي. حكى مع عائلته حكاوا مع عائلة ايمان وتفاهموا، على الرغم وانهم ما همش من نفس البلاد. حسين من اصول عراقية وايمان مصرية، لكنهم كي حكاوا لقاو رواحهم متفاهمين وجوهم احلى جو. حسين ولد عائلة هو زيد متربي وولد اصل، وزد على ذلك كانوا عنده كل المؤهلات الماديه باش الانسه تعيش ملكه في دار زوجها. كان يملك محل يبيع فيه في دباش نساء والبزنس كان ماشي بالكدا، وحتى كان يتيح السوق ويتيح البيوع جيبوا يبقى مليان. على خاطر عائلته بسم الله ما شاء الله كانوا عندهم برشا استثمارات في مصر وحتى في العراق. اكيد عائله ايمان ما همش باش يسلموا في بنتهم بسهوله، وكان عندهم شرط واحد، ماهوش فلوس ماهوش مهر غالي والا اشتراك في الملكيه. وكان شرطهم الوحيد على حسين هي وانه يخلي الانسه تكمل تقرا على روحها. كانت ايمان تقرا في الكليه وما حبش حسين يحط لها حدود لطموحاتها، وكان على وعده قبل بالشرط الوحيد متاع عائلتها، وقال لهم على عيني وراسي واللي فيه الخير ربي سهل فيه. لكنت ايمان لا مستحقه لا شهاده لا خدمه بفضل راجلها، لكن الشيء هذا ما منحيش من كونها تكبش في قرايتها باش تقلع شهادتها، وافكتيفمون عرست وتواصل تالقها في حياتها الدراسيه. الو واصل خونا حسين هو زاد في تألقه في مسيرته المهنيه. قلنا بكري بلي هو عنده محل متاع دباش نساء، ومصاب كان بطلت الاخت ايمان قرايتها وشدت هي المحل على خاطر سي حسين ماهوش متاع واحد يتعامل مع نساء يوميا، كان ديما يتعدى حدوده وما يراش الكليونات نتاعو ككليونات هو ظهر فيه ما اختارش دباش نساء على خاطر دومين مربح، بل كان السيد يخير ويختار. وقت اللي تدخل طفله للمحل وتحلى في عينه ينسى البيوع ينسى دبش ويقعد مركز كان في التاي، ومش بيان سور باش يجيب لها قطعه على قدها، بل للاسف شديد هو في الاصل اللي عجبته القطعه يبدا يحاول وانه يخون مراها لاسباب شخصيه، وينسى باللي هو عنده ديامونتا في داره الناس الكل يشهدوا بجمالها وطيبه اخلاقها، لكنه سبحان الله كان معمي وديما عينه زايغه. فاقد به مرته بعد عام عرس، ووقتها وين بداوا المشاكل فاقد به باللي هو ماهوش قاعد يخون فيها مع وحده كهو، بل مع برشا جنسيات اشكال وانواع، لكنها كانت بنت عائله سترت عليه وعطاته الف شانس. ما حكيتش لا لعائلتها ولا لعائلته، ما خرجتش الحكايه من دارهم املا في انها تحافظ على علاقتها به وعلى عائلتها. كانت عندها ثقه كبيره في ربي سبحانه باش يتوب عليه ويرجع للثنيه الصحيحه، لكن بيان سور لازم حسين هو اللي بادر بالتوبه ويبعد على البناويت، لكنه بالعكس كان كل مره يزيد يغرق روحه ويزيد يتعرف على واحده اخرى، حتى من الستر اللي ربي سبحانه كان باقيها عليه بدا يتنحى، وتعرف في الحومه باللي هو فاسد وباللي هو قاعد يخون في مرته. الناس الكل كانوا بايتين كيفاش السيد مسيب ديامونتا كيما ايمان ومركز مع بنويت اخرين، ما كان يشرى في مرته كما كانوا يراو فيها العباد الاخرين. والحجه نتاعو كانت وانه البنويت الاخرين اللي حتى هما ان شاء الله ربي يتوب عليهم كانوا يعملوا له في حاجات يقول باللي الانسه ايمان كانت ترفض وانها تعملهم له، بما انها كما قلنا بكري طفله متربيه برشا ملتزمه ومحترمه، على عكس البنويت اللي قد عمك حسين يتبع فيهم واللي كانوا يعرفوا حق المعرفه باللي حسين معرس. الظاهر وانه فينالمون عمك حسين ربي تاب عليه، فاق على وضعه وفاق في نهار من نهارات باللي شيء اللي يعمل فيه ما يجيش جمله واحده، حرام عليه يعمل شيء هذا في مرته وهو معرس، ولسبب ذاك قرر وانه يطلق باش يولي ما عادش يخون في مرته ويعمل في الحرام، ويولي بعد طلاق يعمل في الحرام كهو ومن غير ما يخون مرته. وما وكان نقص حاجه الحجر تذوب وحسين ميتو. قرار الطلاق لهنا ماهوش بيت حسين والا مرته كهو. بالنسبه لمرته ينجم يقول لها يا اخي انا نحب نطلق والله غالب، لكن في صبرهم الكلمه الاولى والكلمه الاخرى عند الوالد والوالده ما ينجم يطلق كما يوافقوا ام وابوه ويعطيوه الفير، وفي الحاله هذه مستحيل ام وابوه يوافقوا له على قرار الطلاق، بما انه كان عارف باللي هما باش يقولوا له مستحيل تلقى واحده خير من ايمان. هو بيدو كان عارف الشيء هذا ولسبب ذاك قاعد متردد، الى ان جات الانسه اللي ربي يهداها نسيته في مرته نسيته في عائلته ونسيته في دينه جمله واحده، كانت في نظره هي اللي تلبي له طلباته اللي في نظره مرته نورمالمون ما ترفضهمش. الاخت الفاضله هذه كانت اللي يطلبوا منها تعمله له، لدرجه انه قال هذه هي وهذه المراه اللي
نحب هذه طلب منها الزواج حتى من قبل ما يطلق من الانسه ايمان. الاخت الفاضله هذه كانت تعرف ايمان وكانت تعرف باللي هو معرس بها، ولسبب هذاك كان شرطها الوحيد باش تعرس بعمك حسين هي وانه يطلق من ايمان وتبقى هي وحدها تصول وجول في قلبه هذاك اللي يحب عليه الاخ حسين. ولسبب هذاك وافق من دون ادنى شك، على الرغم وانه للاسف الشديد كان بو وكان عندهم صغير هو وايمان. كان الطفل الصغير هذاك هو سبب اللي خلى ايمان تصبر عليه وتستر عليه، وكان حسين سبب المشاكل الكل، وكان معمل وانه يزيد يدخلها بعضها، كان مصر وانه يطلق، وكان يعرف حق المعرفه باللي عائلته بشرط طلاق. ولسبب ذاك قاعد يلوش في اي حاجه تخلي نظره عائلته الايمان تتبدل، حاجه تخليهم يقولوا عندك الحق كي تحب تطلقها، ويولي هكاكا فينالمون حر تعليق ويعرس بالانسه الفاضله متاع بكري واللي اسفور عليها فاش قاعده تعمل له. تنجم الانسه ايمان فاسيلمون طلق منه والناس الكل يقولوا لها عندك الحق، بما انه حسين كان خاين والناس الكل واعيين بالشيء هذا. واذا كانت تقلب الادوار ايمان تولي هي اللي خاينه وحسين هو اللي خاطيه، اكيد وقتها العباد باش يجيو في صف حسين وباش يجيو معاها ويقولوا له عندك الف حق. اذا كان في الحاله هذيك يطلق منها. دونك لهنا نفهموا انه الحاجه الوحيده اللي تخلي عائلته وتخلي الناس الكل يوافقوا على الطلاق نتاعو هي وانه يشوه لها صورتها ويخرجها في صوره خايبه. يوليو العباد ما عادش يقولوا ايمان طفله باهيه وراك باش تخسرها، نظرتهم تتبدل وبالعكس يوليو يقولوا له سيب عليك منها وبرا شوف غيرها. ولسبب ذاك قاعد يخمم كيفاش يشوه لها صورتها ويخرجها في صوره خايبه قدام المنطقه الكل، وللاسف شديد مش قدام عائلته هو كهو. وهكيكا يلقى الحجه وسبب اللي يخليه يطلق منها، وما يلقى بسبب هذاك حتى اعتراض من قبل عائلته. وتوا نحبك تقعد بينك وبين روحك وتقعد تخمم شنو هي الحاجه اللي نجم عمك حسين يعملها باش يشوه سمعه طفله عاقله ومتربيه وما عندهاش الزايد. خمم ترى باش نعطيك توا 10 ثواني خمم فيهم ما يسالش. اما راه وريت على قد ما تخمم راك امبوسيبل تطلع شنو باش يعمل، والا امبوسيبل تخمم في سيناريو اخير من السيناريو اللي جا في مخك، والا اخير من السيناريو اللي باش يصير. مش باش يصدقوا حتى حد من دون ادنى شك اذا كان يخرج حسين خبر في الحومه ويقول باللي مرته قاعده تخون فيه. الناس الكل كانوا يعرفوها بالكدا ومستحيل يصدقوا انسان خائن كيفه. ولسبب ذاك كان عليه وانه يشد على هدوسي ويشدها كوم كوا بجرم المشهود، يشوف اي طريقه يعمل بها دليل يكون له شاهد على كلامه، والا خلينا نقولوا اكاذيبه، باش وقت اللي يكذبوه ويقولوا له مرتك شريفه عفيفه وامبوسيبل تكون عملت حاجه كيما هكاكا، يوريهم الدليل هذاك ويقول لهم بحثها مسجل بالصوت والصوره، يتمكن فينالمون من انه يطلق منها. ومن بعد يتعدى طول من المحكمه للبلديه باش يكتب تك تك اصداق على الانسه الفاضله، واللي نحب نعرف فاش قاعده تعمل له، كيفاش شربت له مخه ودخلته في حيط. ما فهمتش انا شنو هي القدره الخارقه اللي عند الانسه الفاضله هذه وايمان ما عندهاش منها، على خاطر الشيء اللي باش يعمله حسين والخطه الجهنميه اللي خطرت في مخه مستحيل حتى تخطر في بال انسان يكره مرته ويحب ينتقم منها، ويمكن حتى اذا كان قتلها وحاولوا انه يخفي اثار الجريمه اهون برشا من الشيء اللي يخطر في باله واللي باش يعمل. اكيد وحاجه واضحه راني مانيش قاعد نشجع عليه شيء هذايا بالرسمي، يعني حاجه خايبه برشا. اما من بعد تفهموني شنو نقصد وتو تقولوا مصاب معناه قتلها كهو يزي فيه البرك هكيك على الاقل الابر. الخطه نتاعو كانت وانه يخرج هو من الدار في وقت معين ويعمل شونجمون هو وشكون هذاك بيان سور يكون ماجور، ويخلي له باب الدار محلول ويدخل السيد هذاك ويتعدى على مرته جنسيا، ويخلي له الباب محلول ويدخل السيد هذاك للدار ويعتدي على ايمان جنسيا، يعطيه حسين وقته الكامل ومن بعد يرجع للدار على اساس ما في باله بحتى شيء، وعلى اساس رجع للدار على خاطر نسى حاجه. يدخل الدار ويلقى مرته في الحاله هذيك هي والسيد، ويحسب روحه وقتها متفاجئ يقول لها سقط عليك القط شديدك بالكمشه وموعدنا في المحكمه. قبل ما يمشي للمحكمه وحاسب الخطه نتاعو في الوقت هذاك، في الوقت اللي يرى فيه المشهد المفتعل هذاك، باش يبدا يصيح ويعيط ويفزع الجيران الكل، يلم الحومه الكل باش يسمعوا باللي هو شد مرته مع راجل في داره ويقولوا لهم باللي هو واثق بها، تستناه باش يخرج من الدار وتدخل عشيقه. العشيق يبدا ديجا قدامهم، الانسه داخله بعضها والحومه الكل شاهدين على المشهد اللي قاعد يصير قدامهم. العشيق يبدا ديجا قدامهم، الانسه تبدا داخله بعضها والناس الكل شاهدين على الشيء اللي كان يصير. بيان سور الانسه ماهيش باش تنجم تبرر الشيء اللي كان يصير، مستحيل يصدقوها العباد، كانت تقول لهم باللي هي تمثيليه وباللي السيد اللي كان معاها ماهوش عشيقها، ما تعرفوش وما عندهم ببعضهم حتى علاقه، على خاطر السيد هذاك بيدو باش يكذب وباش يقول باللي هي في علاقه معاه، باش يقول زاده باللي هو عشيقها السري، باش يقول اي حاجه يطلبها منه حسين على خاطر حسين باش يعطيه برشا فلوس. لكن العباد ماهوش باش يعطيوه برشا اهتمام، باش يبقاو مركزين مع الانسه ايمان كيفاش طاحت من عينيهم وكيفاش قاعده تخون في راجلها، وباش يجيو الناس الكل مع حسين وباش يقولوا له تغشينا فيها طلعت ما هيش باهيه
وبرا طلقها. وهذاك هو الكلام اللي حسين في الاصل يحب يسمعه. وكما قلنا بكري باش تعدم بعد من المحكمه البلديه وجديد يا رابح. كل شيء في الخطه نتاعو كان سهل وواضح، ومعليه كان يلوج على ذكر ماهوش ولد عائله وماهوش صاحب مبدا، على الفلوس يبيع دينه ويبيع حياته الكل باش يلعب دور العشيق يتعدى على انسه، ومن بعد يقعد يتفرج. اذا كان يسالوه يقول لهم اي نعم انا هو العشيق السري، ومن بعد تنتهي المهمه نتاعو ويمشي على روحه ويبدا يخمم في الفلوس اللي باش ياخوهم شنو باش يعمل بهم بالضبط. عمليه في الظاهر نتاعها سهله، لكن شكون السيد اللي باش يقبل وانه يعمل حاجه كيما هكا؟ شكون السيد اللي نجم حسين يعطيه ثقه ويوافق وانه يعمل الشيء هذا؟ ولازم من دون ادنى شك الانسان اللي باش يحكي له حسين على الخطه نتاعو يكون ديجا حسين عارفه ومتاكد بلي هو باش يقبل، على خاطره اذا كان يرفض امبوسيبل يسكت على الحق. وقت اللي تصير الحكايه وياخذ مهمه انسان اخر وتم العمليه باش يشهد السيد هذايا كونتر حسين، وباش يقول من دون ادنى شك بلي الحكايه كلها مفبركه وبلي حسين هو اللي اقترح عليه وانه يقوم بالعمليه هذه، لكنه رفض. قعد حسين يلوج على انسان ما عندوش مبادئ، عنده فيه ثقه، طماع ويحب الفلوس. حاجه كيما هكا ما يعملها كان انسان طماع وفي امس حاجه للفلوس. كيما احمد رضا واللي كان يخدم مع حسين في المحل نتاعو كان يعرفه بالكدا، وكان يعرف باللي ظروفه الماديه تحت الصفر، كان عنده برشا ديون برشا كريديات، وكل مره يجي واحد ويقول له اعطيني متاعي، الى ان جاء حسين في نهار من نهارات وقال له مستعد واني نخلص لك ديونك الكل ونزيدك فوقهم كاش. شاف حسين اطمع في عينين احمد وفاق باللي هو امبوسيبل يقول له ليه، حكى له على المخطط الكل. تصدم عمك احمد وبدات ملامح وجهه تتبدل. ما عمره ما كان يتصور وانه فما نهار من نهارات يجي انسان ويطلب منه وانه يعتدي له على مرته، وفوق هذا الكل يخلصوا برشا فلوس. كان مستحق في امس الحاجه للفلوس لكن رفض. كما قلنا بكري المشكله ماهوش في الرفض، بل المشكله في الشيء اللي نجم يصير بعد الرفض. لازم خونا احمد يقبل طلب حسين باي طريقه، ولسبب هذاك طلع حسين المبلغ ووصلوا الى حدود 20 مليون توانسه، 20 مليون مقابل ربع ساعه وكلمتين. عاود تصدم خونا احمد مره اخرى، لكن المره هذه قد لمعت عينيه. ما تصدمش من طلب عرفه، بل تصدم من المبلغ اللي باش يعطيهوله. وبدا ديجا يخمم كيفاش باش يصرف ال 20 مليون من قبل ما يقول له باللي هو موافق، وقبل افيك بليزير وقال له اللي تقولوا انت مبروك. وكانت المفاهمه نتاعهم واضحه بالكدا، اللي يقولوا عليه حسين يعملوا ياخذ ساعه افونس ب 10 ملايين قبل العمليه، ومن بعد ما تم يكملوا بقيه فليساته ويكملوا ال 10 ملايين اللي قعدوا. معناها خونا احمد لهنا كان ينجم يكون ذكي ياخذ 10 ملايين افونس، يقول لهم ريقل اللي تحب نعملوه، ونهار العمليه يكون ديجا حرق للطاليين وديجا يفضلوا له حق سيرفاتمون لاكوست وسبادريتيين، ويخرج مريق جو احلى جو وفي الغربه. وصاه قبل العمليه باش يخطف روحه لمحل اخر يبيع باش متاع نساء، وصاه باش يشري نقاب باش يستر بيه روحه باش كي يمشي للدار ما يرى حتى حد وهو في الثنيه. الظاهر وانه انسبير الفازه هذه من سفاح الجيزه، وشري احمد نقابه وخذا مفتاح ثاني للدار من عند حسين، وتفاهموا على الوقت اللي باش يقوموا فيه بالعمليه بالضبط، باش يعرف حسين وقتاش يقص تسجيلات كاميرات المراقبه من الدار باش ما يتكشفش امره ويظهر باللي احمد اعتدى على المسكينه ايمان بالسيف، ويكون عند الانسه دليل واضح باللي هي خطاها وباللي كل شيء مفبرك. كانت في اليوم الموعود الانسه ايمان وحدها على روحها في دارها، هي ولدها علي واللي كان في الوقت هذاك عمره 9 أشهر كهو، وكانت المسكينه غاصه ما بين السيريات الكراسات والاوراق. بما انها كانت في اخر عام لها في الكليه وفي فتره مراجعه، كانت المسكينه مركزه على روحها والدار ساكته، وتسمع فجاه صوت الباب تحل. تعجبت ومش مستانسه رجلها حسين يرجع للدار بعد ما يخرج، تمشي باش تشوفه شبيه وتلقى روحها قدام راجل اول مره ترى في حياتها يصير ويجور في وسط الدار. شافها تبدلوا ملامح وجهه، وكانت المسكينه عارفه شنو باش يكون مصيرها. حاولت تعيط لعل وعسى يسمعها شكون ويجي باش يمنعها، لكن احمد للاسف شديد كان اسرع منها وترمي عليها كالفرس، سكر لها فمها ما خليش تعيط، لكنها قعدت تحاول وانها تقاومه. كانت تعمل في كل المستحيلات باش ما يوصلش احمد للشيء اللي يحب يوصل له. ما كانش احمد محضر روحه للقوه هذه الكل من ايمان، كان سيتو مامي بالفلوس، خمم في شنو يحب يشري، وما عمره ما خمم كيفاش العمليه ما هيش سهله كما يتصور. اذا كان تقاوم مستحيل يعمل اللي في باله وباش تفزع عليه جيران الكل، والسبب هذاك ما لقى ما يعمل. كانت واحده من يديه على فم ايمان، يدو الاخرى كان يدافع بها على روحه. هز اليد هذيك شدها من رقبتها وقعد يخنق فيها، لقى روحه تحط فيه يا اما يكمل يخنقها ويقتلها والا يستسلم هو. تعيط الانسه وتوزع عليه جيران الكل. ولدها صغير بدا باش يولي يبكي والوقت كان يمشي برالونتي. خذا احمد قرار في ثواني ما عمره ما كان عامل له حساب، وقرر انه يكمل يخنقها الى ان يغمى عليها وتفارق الحياه. ابريتو عرفوا حسين كان يحب يتخلص منها ويطلقها. سكتت المسكينه تخنقت وطاحت وولدها صغير يتفرج عليها. وما فاتش مهمه سيد احمد وحب يطبق الكلام اللي قالوا له حسين بالحرف الواحد، ونحالها للاسف شديد حوايجها وهي جثه هامده، وتعدى عليها وهي للاسف شديد متوفيه. ومن بعد هز النقاب نتاعو اللي جابيه وهرب من الدار.
اتصل من بعد بحسين وقال له بلي العمليه سي بون تمت بنجاح، لمكنتي فما فازه صغرونه صارت وما كناش متفاهمين فيها، لكنها ماهيش مشكله وابري تو توا ماكش مضطر وانك تواجه مرتك او كررت تحتك من حاجه ميم با مستحق وانك تطلق منها وتتفارقوا على خاطرك. مبروك عليك، انت توا رجل اعزب وراهي مرتك للاسف الشديد ام علي الدوام لله. تصدم حسين وما كانش محضر روحه لجريمه قتل وما كانش فرحان باللي هو ولا حر طليق وما عادش عنده مراه، ما عادش لازم عليه وانه يمشي للمحكمه باش يطلق، بل فما بوسيبيليتي وانه يلقى روحه في المحكمه لكن بتهمه قتل. والسبب هذاك قرر انه يهرب وما يمشيش في النهار هذاك لدارو، وقعد يلوم في احمد وقال له قلت لك تعدى عليها ومش قتلها، وبيان سور موش يقول له مادامك انت اللي قتلتها انت تتحمل مسؤوليه، بل كان عارف بالي من دون ادنى شك باش يكون عنده باي كبير في القضيه اللي اول واحد اكتشفها واحد من اقارب حسين كان يسكن بحذاه في العماره ويسمع ولده علي يبكي. كان الصوت مسموع بالكدا بما انه الباب قاعد محلول، وبما انه احمد خلى الباب محلول دخل قريب حسين ويلقى مرت قريبه للاسف شديد في حاله يرثى لها مخنوقة ميتة ومش لابسة حتى شيء. الأخيب من المشهد هذاك هو وأن ولدها للأسف شديد كان بجنبها ويبكي. قريب حسين ما كان فاهم حتى شيء وخرج يجري باش يعلم الحاكم وأهالي المنطقة بالشيء اللي صار. اتصلوا من دون أدنى شك بسي حسين وكانوا يواسيو فيه وما حبوش يقولوا له باللي مرته الدوام لله، ما كانوش يحبوا يصدموه لكنهم ما كانوش عارفين باللي هو في الأصل اللي كان ينجم يصدمهم كان هو بيدو قادر وأنه يحكي لهم كيفاش توفيت مرته بالتفاصيل. حسب روحه ما في باله بحتى شيء ولا زعما يبكي ويعيط في حالة هستيرية. المسكين تعزيه يقبل العزاء وهو العزاء سبب البلا عدها على العباد على عائلته على عائلة إيمان وحتى على البوليس. ميم با جرؤوا انهم يسألوه على إيمان وقالوا خليل مسكين تلقاه متأثر على مرته، وزادوا العباد سخفوا عليه مش على خاطر راجل خسر مرته بطريقة خايبة برشا بل على خاطر الضحية هي إيمان طفلة عاقلة برشا متربية وحدها حد روحها. آخر إنسان كانوا يتصوروا وأنه بيصيروا هكاكا وتكون نهايته هكاكا، والسبب هذاك شكل حاكم وأنه صاحب العملة ما كانش في الأصل قصدها، مشي باش يسرق لقاها في الدار وصار اللي صار، لكن اتضح من بعد وانها فرضيه مستبعده برشا. بعد شويه تحقيقات ما لقى الحاكم حتى حاجه ناقصه من الدار، والسيد ما هز معه حتى شيء قبل ما يخرج بخلاف روح ايمان. اوروزمون كانوا فما في الدار كاميرات مراقبه، لكن مالوريزمون كيما قلنا بكري ما كانوش يخدموا، ما كان فما حتى شاهد وحتى كان فما شهود. الفاعل كان لابس نقاب. هز الحاكم البصمات من مسرح الجريمه وتم نقل جثه المرحومه للطب الشرعي لعل وعسى يلقاو عليها الأديان نتاع الفاعل، وباش يلقاوها من دون ادنى شك على خاطر تاكد الحاكم باللي سبب الوفاة هو الخنق، وباللي ضحية تعرضت للأسف الشديد للاغتصاب بعد الوفاة، حاجة مش جديدة علينا ونعرفوها من قبل، لكن اللي ما نعرفوش هي وانها للأسف الشديد ما تمش الاعتداء عليها مرة بركة بل تعدى عليها أحمد طماع مرتين كاملين زادها من عنده. وفي الخطه نتاعو هو وحسين كانوا متفاهمين على اعتداء واحد كهو، ومشيت في الاصل الخطه نتاع حسين صحيحه، وخرج اخبار في الحومه يقول بلي سيد اللي عمل الشيء هذاك الكل في ايمان هو في الاصل عشيقها، وكانت ايمان تدخل فيه بسرقه للدار، وبعد ما دخل في النهار هذاك للدار صارت من بيناتهم مشكله، يا اخي قتلها وتعدى عليها خلاها هكاكا ومن بعد هرب. وصلت الرواية هذه لحسين وأحمد، حس حسين باللي هي ماشي صحيحة والأمور ستة زيت، والحاجة الوحيدة اللي تنجم طيح كل شيء في الماء هي وأنه يخرج أحمد ويحكي الحقيقة الكل للحاكم. والسبب ذاك قعد كل مرة عمك حسين يهدي فيه ويقول له ما تخافش جونا باهي، حد ما شافك حد ما سمع، والناس الكل يقولوا باللي إيمان تستاهل، لكنهم زوز ما كانش في بالهم باللي العالم تطور وكاميرات المراقبة في كل بلاصة ينجموا يوقفوا كاميرات المراقبة متاع الدار، لكنهم ما ينجموش يوقفوا كاميرات الحي الكل. تأكد الحاكم بوحدة من كاميرات المراقبة اللي كانوا موجودين في الحومه باللي حسين افكتيفمون خرج في النهار هذاك مع بريسك نص نهار ونص، وكيف كيف في نفس الوقت هذاك يرى الحاكم مرا متنقبه ماشيه في النهج نتاع الدار في بريسك نفس الوقت اللي يقال وانه صارت فيه الجريمه. ولات الانسه هذيك المشتبه فيها الاول، زادوا ركزوا في تسجيلات واتضح وانه مستحيل تكون مشتبه فيها بل نحكيو على مشتبه فيه، وفاقوا حسب المشي نتاعو وحسب البنيه نتاعو الجسديه باللي ما يكون كان سكر، مستحيل يكون مراه راجل لابس نقاب ماشي في ثنيه الدار ضحيه بعد ما خرج رجل من الدار، ما يكون كان السيد هذا هو مولا العامله، ما نجموش يتعرفوا عليه بما انه كان اذكى منهم وكان لابس النقاب، لكنهم هما كانوا اذكى منه والنقاب ماهوش باش يستروا بل بالعكس باش يفضحوا. قرر الحاكم وانه يدور على كل محل يبيع نقابات ويسالهم هل انه فما راجل جاي الايامات اللي فاتوا وشري من عندهم نقاب. عمك حسين تعزيه يقبل العزاء وبقي يمثل وحسب روحه متاثر، كان عمل كاستين في الفلوجه راهو توا ممثل قد الدنيا على خاطره تلمو جايب الدور، سخفهم وهزوه للسبيطار، كان عامل فيها ماهوش متقبل
الشيء اللي صار على مرته وماهوش متقبل وفاتها جملة واحدة. كان سيادته في سبيطار وكان الحاكم في نفس الوقت في واحد من المحلات اللي بيعوا نقابات. قال لهم مولا المحل باللي افكتيفمون جاهم راجل الايامات اللي فاتوا وشري من عندهم نقاب، جاهم على اساس باش يشري نقاب لمرته، والسبب هذاك سالوه على التاي وبيزارمون قالوا سيد نحب التاي نتاعو كيما التاي نتاعي انا بالضبط. استغرب مولا المحل، جاتو بيزار والسبب هذاك ما نساهوش وما نساش وجهه، وحتى كان ساه ماهيش مشكله، كاميرات المراقبه مع عمرها ما تنسى. بحثوا الكل كان مسجل وبضربتين على سيستم، خرجوا له اسمه ولقبه وين يسكن، عرفوه شنو يخدم وعرفوه باللي هو يخدم عند حسين في المحل نتاعو. سهله برشا، عنده بيبونتو متشمت فيه يا اخي غدروا وقتلوا اعز ما عنده مرته. الظاهر وانه حسين عمل له عمله خايبه برشا، والسبب هذاك زاد اعتداله على مرته بشماته. كانت هذه تاويلات الحاكم ومعمرهم ما شكوا باللي احمد قاتل ماجور، بما انها كانت متعديه عليهم وكانوا مصدقين تمثيليه حسين وكانوا يراو فيه كيفاش السيد قريب يموت على مرته. ما حبوش يظلموا احمد، عملوا عليه تيست دي ان وافكتيفمون طلع هو القاتل. البصمات اللي كانوا موجودين على رقبه ايمان كانوا متطابقين مع بصماته. سي بون تهمه ثابت عليه وقايد باش يجيبوه للمركز، يجيبوه ويحكي لهم هو على دوافع القتل، وافكتيفمون هو بيدو كان مستعد وانه يحكي لهم الحقيقه الكل من الاول للاخر. قال لهم باللي حسين هو اللي طلب منه وانه يتعدى على مرته بالعاني باش يفضحها، يشوه لها صورتها قدام الناس ويعرس بالمراه الاخرى. وافق احمد وانه يقوم بالعمليه هذه بعد ما اغرى حسين بالفلوس. 20 مليون بالنسبه ليه مبلغ باهي برشا ويحلوا برشا مشاكل. تيلمون كانت العمليه فظيعه، ما صدقش من الاول الحاكم روايه احمد، قالوا امبوسيبل يكون حسين هو الراس المدبر وهو في اللحظات هذوكم في حاله خايبه على الاخر. امبوسيبل من اصله، راجل مهما يكون خايب وشرير يعمل حاجه كما هكاكا في مرته. لكن بعد للاسف شديد تاكدوا من كلام الطماع سيد احمد، تصدموا الناس الكل ولاو حاسين اكثر على المسكينه ايمان على خاطرهم كانوا ظالمينها وكانوا مصدقين باللي اللي قتلها هو عشيقها. طلعت المسكينه خطاها، ما عملت حتى شيء وعملت المستحيلات باش تمنع عائلتها. ما حبش تتفارق مع رجلها حسين على الرغم انه ما كانش في المستوى جمله واحده. عائله حسين بيدهم ما كانوش مصدقين باللي ولدهم عمل هكاكا في مرته، وسبحان الله وما سحرقته قاعد يقول باللي هو ما قالش لاحمد باش يقتل ايمان، وقال لهم باللي هو قال له تعدى عليها كهو با بلوس، وقت اللي في الاصل بالعكس. انا نرى وانه اذا كان جاء قال احمد اقتلها كهو وما تعديش عليها، راي كانت بلوز موا تنجم تتعدى. يقولوا العباد ما عطاوش قلبه باش هو يقتل مرته، يا اخي هاكا كلم شكون باش يقتلها. اما خلينا نكونوا بيان سور متفاهمين باللي هكا ولا هكا عامله خايبه برشا وما تجيش معناه من دون ادنى شك. مش كي تبدا هي غلطه ومش كي تبدا هي الخاينه. الحكم في القضيه هذه عجبني، موش خايب، خذوا العقوبه اللي الناس الكل كانوا متوقعينها وتم الحكم عليهم بطبيعه الحال بالاعدام. يستاهلوا زوز، وكان فما عقوبه ما اخيب راهو خذاوها. قولوا لي في الكومنتات شنو رايكم فيها زوايز وشنو رايكم في القضيه الكل ككل، وشنو رايكم في شعري. ما تنسوش باش تخليوا لايك وسبسكرايب، فولو على انستغرام وفعلوا خاصيه جرس باش ما يفوتك حتى فيديو، ونتقابلوا ان شاء الله السبت الجاي ماضي ساعتين في قضيه جديده. بيس اوت. But them other man need feeding. I don't wanna go Bombay. Them I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bag. Snapping with a phone and die. Boss up a man with a duster. Put him in a drip and sit blockbuster.